بعض الرجال زي ما حضرتك قلتي ده بيبقى متوقف على ثقافات. بعض الرجال بيبقى عنده فكرة معينة ان انا لما اظهر العاطفة او الحنية او الرومانسية لزوجتي فده شيء يطعن في رجولتي، انا علشان احسسها ان انا بحبها وبقدرها وبخاف عليها، فبيبين ده في طرق اخرى، انه يجيب لها كل طلباتها، يخليها مش محتاجة اي حاجة في البيت، يتعامل معاها بما يرضي الله وبأخلاق وباحترام، ولكن مش بالرومانسية، لأن هو شايف إن الرجولة ما فيهاش عاطفة ورومانسية والكلام الفاضي اللي انتوا بتتكلموا عليه ده. صح. صحيح يا ندى. يعني الحديث عن لغة المشاعر أو لغة الحب زي ما بيقولوا، يعني في داخل البيت أو خارجه. عرفت كيف؟ لمن يهمهم الأمر يا ندى. دي أشياء ممكن أنت تتعلميها عن زوجك، ممكن أنا أتعلمها عن كيفية شنو هي لغة الحب عند زوجي مثلا، شنو هي لغة الحب عندي. عرفت كيف؟ يعني أنا كيفية التعامل في لغات أيوة. للحب في داخل البيت. بس المحتاج شنو؟ إنك أنتي المعرفة أحيانا غير الإدراك. يعني أنت ممكن نحن الليلة مع العولمة والإنترنت والناس عارفة بتعرف كل شيء، دقة زر إنك أنت لو عايزة تعرفي معلومة عن مثلا هسه عن الموضوع اللي قاعد نتكلم عنه، معرفة إن أنا زوجي لغته بتاعت الحب هي كيف وشكلها كيف. أيوة. ده عايز إدراك بالزبط. وقبول كمان. ففي ليتريتشر كثيرة جدا جدا وكتب كثيرة جدا، يعني علماء السايكولوجي أو علماء النفس صنفوها، ويونيفرسال عالمية هي. فطبعا نحن بتحكمنا ثقافتنا الإسلامية، وفي الكتاب والسنة موجود إذا الناس ركزت عارفة. يعني في كتب جديدة جدا جدا ظهرت هسي يعني في السنين الأخيرة دي في السايكولوجي. لكن إذا أنت رجعتي لورا في كتب السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام والقرآن، عرفتي كلها مكتوبة هناك. فنحن عندنا ثقافة، يعني إحنا ما نحن يا ندى بنتكلم عن الثقافة الاجتماعية، وكمان التثقيف الديني شكله أحيانا بيختلف. عرفتي كيف؟ فبالتالي لغات الحب ممكن إن إحنا لقدام نتحدث عنها في كيفيتها ونسميها كمان. لكن زي ما قلتي أنتي، أيوة بياخد وقت، بياخد. الرجل ممكن يعني متوقع منه إنه هو يكون تاف مثلا، ما يتكلم شديد، ما عرفت كيف. أيوة شديد. يدخل من البيت بيسلم. يعني في أسر يعني في خلال عملنا بيتكلموا بيقولوا إنه الرجل مثلا بيجي من برا، يعني علاقته بأولاده إنهم هما بيسلموا عليه وخلاص. هو يعني هو خالص إنسان طيب زي ما أنت قلتي، يعني مؤمن البيت محترم. لكن يعني عطاؤه من حيث الحديث والإكسبكتيشنز والتوقعات بتاع نحن عايشين في عالم، يعني الحديث عن المشاعر بقى جزء من الحياة مع ضغوطات الحياة، بالذات نحن اللي عايشين في القرب. يعني ده بالضبط في يعني الوقت ده الأولاد والبنات. أيوة في الوقت ده في كيفية التعامل مع البنات، كيفية التعامل مع الأولاد. فأحيانا عارفة يعني تفرقي بين إنه يكون عندك ولد في كيفية التعامل معه، ويكون عندك بنت في كيفية يتعامل معها emotionally أو من حيث المشاعر. فبالتالي الأب أحيانا يعني لما نتحدث عن المشاعر كثير من الأوقات، وما نحن بس، يعني غياب الأب emotionally في البيت بيأثر تأثير سلبي على الحياة الزوجية. احنا بنتكلم عن المادة، بالرغم من انه دي لغة كمان يا ندى لغة المشاعر. ممكن يكون المال، ممكن يكون تأمين وتوفير والعمل الجاد ويحسسك بالأمان. دي كمان لغة من لغات المشاعر، لغة من لغات الحب، لكن مطلوب منك انك انت تفهميها.
المطلوب منك أنت وزوجك تقعدوا، وكل واحد فيكم يعرف